ايه الحكمة وراء ان الخالق غير مرئي بالنسبة لنا، لا بنشوفه ولا بنكلمه ولا قادرين نسأله ولا قادرين نعرف هو خلقنا ليه وعايز مننا ايه؟ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. ايه الحكمة في وجودنا هنا؟ ايه المطلوب مننا؟ طيب في حد ادعى ان هو الاله، هو الخالق وراء كل الكون دوت؟ في ناس ادعت الادعاء دوت. طيب فين هم عشان نتكلم معاهم نسألهم؟ لا، ما هم ميتين دلوقتي. موضوعهم انتهى. مفيش حد ادعى الألوهية وإنه هو إله غير الله سبحانه وتعالى، هو اللي قال أنا الإله أنا الخالق. بما إن مفيش حد ادعى تاني غير الله إن هو الخالق وراء هذا الكون، فأنا مصدق تمام، مفيش مشكلة. لأنه إذا كنا إحنا مثلا في أوضة 4 أنفار وبعدين أنا لقيت محفظة، مين محفظة دي؟ محفظة مين ديت؟ دي بتاعتي أنا. ما هو كلنا واقفين ما حدش يتكلم، خلاص يبقى هي بتاعتي، مش هكدبه لأنه مفيش حد تاني ادعى غيره. فخلاص انا مصدق، بس انا عايز اعرف بقى ايه الرسائل اللي اتبعتت لي وايه الدليل على ان الكلام ده مظبوط. لان انا ما شفتش الرسل اللي بعتوا، انا دلوقتي محتاج ادله على انه كان في فعلا رسل موجودين، كانوا فعلا رسل من عند ربنا سبحانه وتعالى. الرسالة دي لازم يكون في دليل على صحتها علشان اقدر انا اصدقها واقدر اطبق اللي فيها. نكمل المرة الجاية ان شاء الله.